صباح الخير. النهارده هوريكم ازاي بمكونين بس ممكن نقدر نعمل الجمال ده. النهارده هوريكم ازاي تعملوا حلقة بارد سريع ومش هياخد معاكم وقت خالص في تحضيره. اوقات كتير بيكون نفسنا ناكل اي حاجة حلوة، بس حاجة كده تكون سهلة ومكونات بسيطة وما تاخدش معانا اي وقت في المطبخ. اكيد طبعا كل مطبخ وبتميزه يعني حاجة حلوة. النهارده هوريكم ازاي تعملوا الباننا كوتا الايطالية، هوريكم النسخة الاصلية ازاي تعملوها بكل سهولة، وازاي كمان تقدروا تضاعفوا المقادير، او ممكن كمان ان انتوا تشيلوا حاجة وتحطوا بدلها حاجة تاني. النهارده هوريكم ازاي تعملوها بكل سهولة، وبجد طعمها مش قادرة اقول لكم جميل قد ايه. النهارده هوريكم ازاي تعملوها بطريقه سهله وجميله ومبسطه وتطلع معاكم كريميه وطعمها خطير. واقدر كمان اقول لكم ان هي بمكونين بس نقدر نعمل الجمال ده. يلا بينا على طول نبدا في الطريقه وفي المقادير. بس قبل ما نبدا في الطريقه، اهم حاجه لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تحطوا له لايك، لو اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش اشتركوا. يلا بينا نبدا على طول. هنحضر اول حاجة هي جيلاتين عشان نسيبها شوية كده منقوعة في المية لغاية ما تلين. هنا معايا نص كوباية من المية، هضيف معاهم 10 جرام من الجيلاتينة. ممكن كمان تستخدموا الجيلاتينة البودر، هنستخدم برضه 10 جرام عليهم نص كوباية من المية، ونسيبهم كده شوية مع بعض لغاية ما يلينوا. نبتدي بقى نحضر في وصفتنا. معايا لتر من كريمة الخفق للحلويات، هضيف كمان معاهم 200 ملي من الحليب. انتوا كمان لو حابين تضاعفوا الكمية يعني ممكن هتخلوا لتر من كريمة الخفق الحلويات قصادها على طول لتر من الحليب. وكمان نزلت معاهم بكوباية الا ربع من السكر. طبعا السكر هنا نسبي يعني حسب الذوق، ممكن تزوده او تقلله حسب رغبتكم. وكمان ضفت معاهم رشة بسيطة كده من الفانيليا، عندكم كمان الفانيليا السايلة هتبقى احلى وهتديها نكهة اقوى. هقلب بقى كده كل المكونات على البارد قبل ما ارفعهم على النار. اهم حاجه نتاكد ان السكر خلاص داب، لان طبعا السكر الحبيبات يعني بيكون صعب شويه ان هو يدوب بسهوله غير السكر البودر. هناخد بقى الخليط كده ونرفعه على النار. اهم حاجه تكون النار هاديه جدا عشان ما تعملش معاكم الطبقه الغامقه اللي بنلاقيها كده في قعر الكسرولة، عشان بس ما تمررش معاكم طعم الوصفه. اول ما تغلي هنشيلها على طول من على النار. وكمان الجيلاتينه معانا بقت جاهزه، اهم حاجه بس نصفيها كويس من الميه، يعني نحاول ان احنا نتاكد ان هي اتصفت كويس من الميه بالشكل دوت. هناخدها وعلى طول هنحطها على الخليط وهو سخن، هي هتدوب وهتسيح مع درجه حراره الخليط. اهم حاجه نفضل نقلب كده يعني كام ثانيه لحد بس ما نتاكد ان خلاص الجيلاتينه دابت وملهاش اي قصب. عشان نتاكد كمان ان مفيش اي كتوتيلات خالص من الجيلاتينه، يبقى نحاول ان احنا ممكن ناخدها ونصفيها كده نعديها على مصفى، علشان لو فيها اي زيادات من الجيلاتينه نحاول ان احنا نتخلص منها. هناخدها بقى ونبتدي بقى نصبها في اي اطباق موجوده عندك. انا كان عندي اطباق كده صغيره انا مخصصاها للمهلبيه والبنه كوتا، دايما بحب اعمل فيها. ممكن كمان تصبوها في اي اطباق اللي هي اطباق الرز بلبن او اطباق المهلبيه، او ممكن كمان كاسات الجيلاتي، يعني اي حاجه متوفره عندكم ممكن تقدموها. هدخلها بقى التلاجة، هي ما بتاخدش اي وقت خالص في التلاجة علشان تتماسك. هي ممكن تاخد معاكم من نص ساعه ل40 دقيقه، واقصى حاجه ساعه في التلاجة وهتكون جاهزه معاكم للتقديم. شايفين بقى شكلها حلو ازاي ومتماسك؟ هي بجد يعني بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها قد ايه بجد هي فعلا جميله وتستحق التجربه، لان هي سهله وبسيطه، واعتقد ان مكوناتها بسيطه جدا يعني، ومش هتاخد معاكم اي وقت خالص في تحضيرها. يعني المكونين بس هنقدر نعمل الجمال ده. ممكن بقى كمان لو عندكم اي صوصات كده موجوده في التلاجة وحابين ان انتوا تزينوها، ممكن تنوعوا في التزيين، ممكن صوص فراوله او ممكن صوص كراميل. ممكن كمان لو عندكم مربى في التلاجة ممكن تضيفوا كده على الوش معلقه كده من المربى، يعني لو حابين. انا يعني حبيت ان انا انوع معاكم في التزيين، والتزيين ده بقى يعني حاجه ترجع لكم حسب ذوقكم، او ممكن كمان تقدموها يعني بدون تزيين خالص. يعني هي في جهة الاحوال بجد هي طعمها حلو جدا. يعني لو حابين كمان تضيفوا عليها شويه كده من المكسرات لو عندكم اي مكسرات. بس هنا يعني في ايطاليا فهم بيضيفوا يعني صوصات كده على الوش، يعني بيزينوها بصوصات، اي صوصات كده موجوده، او ممكن كمان شوكولاته، او ممكن زي ما انا قلت لكم ممكن معلقه كده من المربى ممكن تضيفوها على الوش، او ممكن يعني تقدموها بدون صوصات خالص. هي طعمها حلو قد ايه فعلا، هي كريميه
وطعمها جميل جدا وسهلة، وكمان يعني اعتقد ان هي بسيطة ومش هتاخد معاكوا يعني وقت خالص في تحضيرها. كان معايا عندي قطعة كده من الشوكولاتة، سيحتها في الميكروويف وضفتها كمان على الوش كده لو حابين تزينوها بشوكولاتة. بس كده هي تقريبا كده خلاص بقت جاهزة معانا وبقت جاهزة للتقديم. حلوة جدا وكمان سهلة، يعني من اكتر يعني الحلويات، وان انا فعلا بحب ان انا اعملها دايما في خلال فترة الصيف، هي البنة كوتا. ان هي سهلة جدا وكمان يعني ما بتاخدش اي وقت، واعتقد ان هي يعني مغذية كمان للاطفال. يعني لو عندك اي اطفال ممكن تنوعوا وتعملوا لهم البنة كوتا. هي شبيهة شوية للمهلبية، بس هي طعمها كمان اقوى. المهلبية ان هي فيها كريمة، فانا يعني حبيت ان انا يعني اديكم النسخة الاصلية للبنة كوتا، ان هي بتتعمل لتر من كريمة الخفق، قصادها على طول 200 ملي من الحليب، او ممكن تخلوا لتر من الحليب قدامه لتر من كريمة الخفق، يعني حسب ما انتوا عايزين. وبس كده، اتمنى يكون فيديو النهارده يكون عجبكم، وبألف هنا على كل هيجرب وصفة النهارده. واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، وباي باي.